المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم منظمة تسعى لدعم التعليم وتطويره. المؤسسون أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم محمود، عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي كلية الآداب، رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم مؤقتا. نحن طبعا مجموعة من خيرة أعضاء التدريس في ليبيا، هدفنا هو رفع مستوى قطاع التعليم. الهدف الأول نحن ندعو لمؤتمر وطني عام ندعو فيه الناس كلهم بانتشار قطاع التعليم مما وصل إليه ورفع المستوى. السلام عليكم، أنا اسمي غادة تربح، عضو هيئة تدريس في جامعة عمر المختار وعضو مؤسس للمنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم. أشغل حاليا منصب رئيس المنظمة. تهدف منظمتنا إلى تطوير التعليم وتحسين مخرجاته وتصحيح الأخطاء التي حدثت في العملية التعليمية في الدولة الليبية. مرحبا بالسيدة رجاء عبد العاطي محمد العوامي، عضو مؤسس بدعم وتطوير التعليم العالي. نسعى إلى تطوير المناهج التعليمية، أيضا إلى إدراج وإقحام التكنولوجيا إلى مؤسساتنا والاهتمام بجودة مخرجات التعليم العالي. ندعوكم إلى الانضمام معنا بالمؤتمر العام من أجل مناقشة مشاكل والاهتمام بشؤون التعليم العالي. وشكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة صالح مجيد، أحد مؤسسي لهذه المنظمة، ونهدف من خلال هذه المنظمة لعقد اجتماع عام بوضع المبادئ العامة لهذه المنظمة، كما نهدف لمعالجة المشكلات التي يعاني منها التعليم، بالإضافة إلى توفير الميزانية المناسبة، تطوير البحث العلمي حتى نستطيع تقليل هذه الفجوة. تهدف المنظمة لعقد مؤتمر وطني عام لمناقشة أفضل السبل لإصلاح قطاع التعليم. تهيب المنظمة بكل ليبي وليبية مهتم بالتعليم ويحب الخير للشعب الليبي دعم جهودها والإسهام في تحقيق أهدافها الوطنية النبيلة.